وما ناشي عندي قوى ديال النبوءه، استغفر الله العظيم، اللي تنبغي نبرهن بهذا الشيء اللي تنقول لكم. راه عباد الله، راه هذه علوم، راه هذه تتدرس، انسان تيهرس عليها السالوب، تيسافر عليها من قد العالم لقد العالم، تعمل يدو على وثائق اللي ما غتجبرهاش في الكليات ديالنا تم دابا 10 سنين لا عرفوا بقيمتها. هذه النبرة وهذا الصوت الرنان الذي استمعتم إليه الآن هو عائد لرجل عبقري ونابغة سبق عقله زمانه بكثير، ذاع صيته في جميع أنحاء العالم باستثناء بلادنا العربية للأسف. فهل صوت الرجل كان ضعيفا إلى هذا الحد، أم أن المشكلة بنا نحن الذين كنا غارقين في بحر التفاهة ولم يعد لنا الوقت الكافي للإصغاء لمثل هذه الأصوات؟ في 13 من مارس عام 1933 في مدينة الرباط المغربية ولد هذا المفكر والباحث، فاستطاع أن يشق طريقه ويبقى على قيمه الراسخة التي لا طالما آمن بها على الرغم من كل الإغراءات التي كانت تحيط به. المهدي المنجرة اسم مألوف في المغرب والجزائر على الأقل، إلا أن باقي الدول العربية لا تعرف عنه الشيء الكثير. هو كاتب ومفكر وعالم مستقبليات وباحث، تلقى تعليمه الجامعي في أمريكا وإنجلترا، تنبأ بغزو العراق وثورات الربيع العربي وأزمة الماء التي نعيشها حاليا وغيرها الكثير. عين كمدير عام لليونسكو، وفي عام 1970 عمل بكلية العلوم الاقتصادية بلندن كأستاذ محاضر وباحث في الدراسات الدولية. بعدها تولى مهمة المستشار الخاص للمدير العام لليونسكو، وانتخب كرئيس للاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية سنة 1981 وغيرها من المناصب المهمة التي تلعب دورا بارزا في المجتمع الدولي. فكان له شرف الاطلاع على جميع المخططات والاستراتيجيات المتبعة في العالم، فكانت له نظرة شمولية للأحداث التي تحدث في العالم. بعدها قرر التخلي عن منصبه في منظمة الأمم المتحدة، معلنا ذلك على أن جميع القيم التي تقوم عليها هذه المؤسسة هي في صالح القيم المسيحية اليهودية، متخليا بذلك عن جميع حقوقه من تقاعد وراتب ضخم يحلم به أي شخص. انا وقع لي عام 73 كتبت على الامم المتحده، وعليها خرجت عام 76 من النظام كله، سامحت فيه فيما فيه من رترات، وخديت 90% ضعف في الاجره ديالي وسامحت فيه، لان شفت ان القيام علاش نبني نظام الامم المتحده غادي وهو خدام للقيام اليهوديه المسيحيه بعلم، واخا كان بين يدي الاطار الثقافي للعالم كله والعلوم الاجتماعيه للعالم كله، حاول عبر ربي بوحدي. الجميل في فكر الدكتور المهدي المنجرة رحمه الله هو أنه دائم الاعتزاز بأصوله ومعتقداته وتراث بلاده، معتبرا بأن الحضارة التي لا ماضي لها لا مستقبل لها على الأغلب، معطيا أهمية كبرى للنموذج الياباني كنموذج لدول العالم الثالث التي اعتمدت على نفسها في بناء اقتصادها وإعطاء أهمية للغة الأم في البلاد وعدم تهميشها. كما أنه لا طالما اعتبر أن الإسلام هو الشعلة المنيرة التي إن استغلت جيدا فهي السبيل والخلاص للتخلص من كل القيود والتفتت الذي نعيشه الآن. كما أنه اعتبر أن القرآن الكريم هو ليس كتاب تقليدي نرجع إليه في المناسبات فقط، بل اعتبره كتابا علمي يجب علينا الرجوع إليه في كل كبيرة وصغيرة. السيد المهدي المنجرة كان شخصية لا تخضع أبدا بأي شكل من الأشكال، فلقد كان يمتلك حضورا وشخصية بارزة، كما أنه رجل تواصل بامتياز، فكان يتطرق إلى مواضيع لم يكن يجرؤ أحد على الخوض فيها. حاز على عدة جوائز وأوسمة، لعل أبرزها هو وسام الشمس المشرقة الذي قدمه له إمبراطور اليابان سنة 1986 تقديرا لمجهوداته والدور الكبير الذي لعبه في تقدم هذا البلد، بالإضافة إلى جوائز أخرى لا داعي لذكرها. أن تحصل على اعتراف إمبراطور اليابان ليس بالشيء السهل، ويشهد لك على أنك إنسان له وزن في هذا العالم، فهذا شيء لا يستطيع الكثير الوصول إليها، وبالأخص
في بلاد نعتبرها نحن العرب كوكبا وليس الدولة. ليبقى السؤال الأبرز هنا: لماذا لم نستطع نحن العرب الاستفادة من هذا الرجل؟ شاركنا برأيك في التعليقات.